العادات والتقاليد رجعتنا 100 سنة لورا، ضيعت حياتنا ودمرت شباب هاي الأمة. لما ترجع من شغلك بتلاقي الشارع كله مسكر، مش قادر توصل بيتك، وتكتشف بعدين انه في واحد جاي يخطب لابنه، جايب معه 6-7 آلاف واحد، قال هاي جاها بدهم يوجبوا أهل البنت. هيك أصبح توجيبنا لأهل البنت. مش مهم هذا البني آدم الله أعلم إيش فكره، متخلف راقي عايش حياته منيح، هذا كله مش مهم. أصبح توجيب أهل البنت بعدد الناس اللي أنا بجيبهم في الجاهة تاعتي، وبالاخير بمد ايدي وبكسر راسها عادي، بلعن ابو سلسبيل ابوها، بطلع واحد ما بيخاف ربنا عادي. اهم شيء الظاهر تبعي كان رائع امام الناس وقدرت اني انا اوجبها، لانه احنا صرنا امه كل همنا الظاهر تبعنا يلمع ذهب، باطننا مصدي، هذا كلياته مش مهم. ويا حبيبي على اللي اسخن من هيك، يا حبيبي لما في ناس تيجي بنته بتعيط له، بتكون دمرت نفسيا في حياتها، بتقول له يابا خلص مش قادرة اتحمل هذا البني ادم، مش قادرة اتحمله، حاولت سنة وسنتين وثلاثة مش قادرة بدي اتطلق، بيقولها لا باسم العادات والتقاليد، بيقولها احنا فيش عنا بنات يتطلقوا. هاي الجملة اللي موجودة في كثير عوائل دمرت جيل كامل. فيش عنا بنات يتطلقوا؟ ربنا شرع الطلاق وانت بتقول لا فيش عنا بنات يتطلقوا. بتلاقي البنت منهارة نفسيا وبرفض الاب طلاقها بس دفاعا عن انانيته وكذبه وقذارته، عشان هو ما بده يطلع امام الناس بصاحب القرار الخاطئ، وانه احنا ما عندنا بنات بتطلقوا. ومش بعيد هذا البني ادم والله العظيم اغلبهم للاسف بتلاقي دقنه متر قدامه بيصلي المغرب والعشاء والفجر في الجامع وبيرفع ايديه لربنا، اللهم ارحمني برحمتك وانت ارحم الراحمين، ومش قادر يعطي هاي الرحمه لاضعف مخلوقات ربنا اللي هي بنته، اللي هي فردة كبده، مش قادر يرحمها. بيطلب الرحمه من ربنا لحياته وهو مش قادر يرحم بنته اللي كل يوم تيجي مدمره نفسيا، بتقول له خلص مش قادر اعطيني فرصه بالحياه، بيقولها لا فيش عنا بنات يتطلقوا. ويا حبيبي لما تلجأ للام اللي في الغالب بتكون اكثر تخلفا، لانه على طول مباشره بنرمي على الحسد، امها بتقولها لا 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 حسدوكي حسدوكي. احنا أمة شاطرين جدا بانه نرمي مشاكلنا وهمومنا على الحسد، مستحيل نعترف باخطائنا. هذا الاعتراف بالخطأ مش وارد عندنا، ملغي من حياتنا، ما احنا احسن ناس، مبين ان احنا احسن ناس، مباشرة نرمي على الحسد ومنخبط على ابواب الدجالين والعرافين، ويا الله ما اهبلنا من امة، ونصير نأيد ونحكي محسودين، ومنفوت في عالم تاني ما إلوش دخل باي واقع، وبنرجع بندمر شبابنا وحياتنا من اول وجديد. بعيشوك في صندوق، بحطوا صندوق على راسك، بقول لك هاي هي حدودك في التفكير، اذا بتتجاوزها بنقص رجليك. هاي عاداتنا، هاي تقاليدنا. ربنا شو حكى؟ بطل مهم. اصبحت العادات والتقاليد في المقدمه وكلام ربنا في المؤخره، وبعدين بتتساءل هاي الامه عن الضياع اللي هي عايشه فيه. يا حبيبي على الهبل والتخلف اللي بيجري في عروقنا، والله بيجري في عروقنا، وبالاخر تطلبوا تغيير اقتصادي وتغيير اجتماعي وتغيير سياسي، وانتم من جوا مدمرين نفسيا، متخلفين بكل معنى الكلمة. بعدين بتتساءلوا متى بده يجي هذا التغيير؟ والله ما راح يجي طول ما احنا عايشين بهذا الفكر المصدي اللي ضيع شباب هاي الأمة.